6 علب تونه هنعمل بيهم حاجه حلوه قوي. تعالوا بقى نشوف هنعمل بيهم ايه. اول حاجه بعملها ان انا بغسل التونه كويس جدا. التونه اصلا بتبقى من بره مش نظيفه، فلازم نغسلها كويس قوي. بعد كده هبتدي ان انا اصفي الزيت منها. هوريكم بقى طريقه سهله قوي. هتجيبوا بوله كده وهتبتدوا بقى ان انتوا تفتحوا التونه بالشكل ده كده. مش هفتحها للاخر علشان اقدر انزل منها الزيت بكل سهوله كده. بس كده صفيت منها كل الزيت وبقت بالشكل ده. هنعمل بقى الباقي بنفس الطريقه. كميه الزيت اللي طلعت من التونه كتير جدا واحنا مش محتاجينها خالص. هجيب بوله كبيره وهبتدي ان انا افضي علب التونه كلها. فضيت ال6 علب تونه وهبتدي ان انا هرسهم كده بالمعلقه او بالشوكه. كل علبه تونه هتاخد من نص ليمونه لليمونه كامله. كل علبة تونة هتاخد بصلة صغيرة متقطعة صغير قوي. البصل ده بس هحط عليه رشة ملح وفلفل اسود قبل ما اضيفه على التونة. اقلبه كده واضيفه عليها بالشكل ده. انا حطيت على الكمية دي كلها 2 فلفل الوان، واحد اصفر وواحد احمر، وبرده تقطعوه صغير قوي بالشكل ده. كل الكمية دي حطيت عليها حزمة بقدونس متقطعة صغير قوي، هيضيف طعم حلو وفي نفس الوقت فايدة. بحب كمان اضيف خيار مخلل، وممكن البديل بتاعه زيتون مخلي. انا حطيت حبه صغيرين قوي، يعني ربع كوبايه على كل الكميه دي. اخر حاجه هضيفها المايونيز. المايونيز ممكن تحطه من معلقتين كبار ل3 معالق كبار من المايونيز على علبه التونه الواحده. بس كده قلبتها كويس جدا. مش قادره اقول لكم بقى ايه، ريحتها حلوه جدا وطعمها فعلا بيبقى حلو قوي. هجيب التوست الابيض ده وهبتدي ان انا احط اول قطعه كده، واحط التونه، هحط عليها قطعه تانية من التوست واضغطها كده بايدي. احط تونه تاني، هحط اخر قطعه توست، وكده بقى جاهز عندنا احلى ساندوتش تونه خطير وحلو جدا. بقيت اعمل منه كميه واديه لصاحب النصيب. الساندوتش ده اسر كان بيحبه جدا وبيحب ياكله بالطريقه دي، فانا عملته بنفس الطريقه اللي احنا بناكلها بالظبط في البيت وبنحبه بيها. بقيت احط جنب الطبق كده شويه شيبسي. وبس كده هقفل بقى العلبه بكل سهوله، هتتقفل معاكم. ده شكل العلبه، شكلها حلو جدا ويفتح النفس على الاكل. خلصت كل الكميه ومبسوطه قوي ان انا عملتهم. هنزل اوزعهم وهبقى مبسوطه جدا وانا بوزعهم. انا في اكتر وقت محتاجه فيه للناس دي، مش هم اللي محتاجيني. فاحنا لما بنوزع اي حاجه لاي حد بنبقى احنا اللي محتاجين لهم اكتر بكتير ما هم محتاجيننا. هم هيفرحونا اكتر بكتير. حطوا في دماغكم الموضوع ده بجد، هتبقوا مبسوطين قوي وانتوا بتعملوا حتى لو حاجه بسيطه قوي. ببقى فرحانه قوي ان انا بعمل كده، وهشجعكم معايا وهقول لكم كل التفاصيل والكميات وكل حاجه ان شاء الله. بس ربنا يقدرني واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد.